السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين الآية اللي بتقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قصة النهاردة هتوريكم قد إيه الآية دي محتاجين إن احنا يكون عندنا يقين فيها أكتر، نستوعبها ونفهمها. متأكدة بإذن الله إن انتوا لو سمعتوا القصة للآخر هتعجبكم جدا وهتكون غير توقعاتكم. بس قبل ما نبدأ بقى قصة النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. صاحبة القصة بتقولي يا آية أنا عندي 24 سنة، وهنسمي مثلا صاحبة القصة مريم. المهم بتقولي إن هي خلصت دراستها من حوالي سنة، شغالة في شركة صغيرة وعايشة حياتها، لبسها عادي، ساعات بناطيل ساعات جيب ضيقة، وكمان ما كانتش منتظمة في الصلاة، مرة تصلي ومرة لأ. بتحب الضحك والخروج مع صحابها، لكن في نفس الوقت بنت محترمة وطيبة وأهلها ناس محترمين. في يوم أمها قعدت تتكلم معاها عن العرسان اللي بيتقدموا لها واللي هي كانت دايما بترفضهم، وقالت لها يا بنتي ما ينفعش تفضلي كده، كل البنات في سنك اتجوزوا، انت مستنية ايه؟ مريم كانت كل مرة بتقول لها لسه النصيب ما جاش، مش عاوزة ارتبط يا أمي بأي حد، لازم أكون مقتنعة. لكن في مرة أمها قالت لها عن واحد اسمه عمر متقدم لها، قريبهم من بعيد، شاب محترم ومهندس وأهله ناس كويسين وشخصيته هادية ومحترمة. هي في الأول رفضت، يعني زي بنات كتير مش حاطة فكرة الجواز في دماغها دلوقتي. ده غير لما قعدت معاه كانت مش حاسة بأي مشاعر من ناحيته، كانت حاسة إن هي مش متقبلاه. بس أمها فضلت تضغط عليها وتقول لها يا بنتي الشاب كويس وكفاية إن احنا نعرف أصله وفصله، مش أحسن ما تتجوزي حد غريب ما نعرفش عنه لا أصل ولا فصل. المهم بتقولي يا آية وافقت عليه بعد ضغط كبير قوي من أمي، لأنها من وجهة نظرها شايفة إن هو حد مناسب، عارفة ناسه وعارفاه هو شخصيا. وافقت وأنا مش مقتنع بيه، لكن عشان أرضي أمي، وقلت في نفسي يمكن اختيار أمي يطلع صح. خطيبي كان إنسان كويس جدا، بيعملني باحترام، بيحاول يرضيني، كل زيارة يشتري لي هدايا. بس برضه ما كنتش حاسة براحة، كنت بحاول أضحك واتصرف طبيعي لكن جوايا في حاجة ناقصة. لدرجة إن هو في مرة قال لي أنا حاسس إن أنتي مش مبسوطة معايا، قوليلي لو في حاجة مضايقاكي. قلت له لا مفيش، يمكن بس أنا لسه مش متعودة على فكرة الخطوبة. لكن الحقيقة كنت حاسة ببرود ناحية العلاقة دي، رغم إن كنت حاسة من جوايا إن هو شخص كويس. المهم بعد فترة بدأ فعلا يحصل قبول كبير قوي من ناحيتي ليه، وخلاص بدأت أظبط حياتي معاه، وكنا خلاص بنخلص في تجهيزات الجهاز والشقة الحمد لله. لكن ربنا كان ليه تدبير تاني خالص. بعد كذا شهر بدأت تحصل ما بيننا مشاكل، مرة عشان اختلاف في وجهات النظر، مرة عشان تدخل الأهل، مرة بسبب ان هو عاوز حاجة وانا عاوزة حاجة تانية. لحد ما حصلت مشكلة كبيرة جدا ما بيننا، وخطيبي قرر ان هو يفسخ الخطوبة. كلم بابا وقال له يا عمي كل شيء اسمه نصيب، وطلب الشبكة. لما سمعت الخبر صعبت عليا نفسي قوي واتوجعت، ما كنتش عاوزة ان ده يحصل. انا ما كنتش متقبلاه في الاول، لكن بعدين شفت منه معاملة طيبة حسستني بالراحة والاطمئنان. ده غير ان انا رتبت خلاص حياتي عليه، وللأسف بدأ يبقى جوايا إحساس إن أنا ضيعت شخص مش هلاقي زيه تاني. وقلت لنفسي أنا لازم أحاول أرجعه تاني. حاولت أدخل حد من أهلي من بعيد وحد من أهله، لكن هو كان رافض بشكل مش طبيعي. وهنا أنا انهارت وعملت زي ناس كتير بتقرب لربنا وقت ما بيحصل عندها أزمة أو مشكلة مش عارفة تحلها، وقلت خلاص أنا هقعد أدعي ربنا وأطلب منه إن هو يرجعه ليا. وبقيت أصلي وأقيم الليل على أمل إن هو يرجع تاني. بعد فترة الحمد لله منتظمة على الصلاة والدعاء، وعندي أمل إن هيحصل اللي أنا منتظراه. لكن الغريبة إن بعد فترة قريبة عرفت إن هو خطب وإن هو كمل حياته عادي. زعلت طبعا جدا، وحسيت إن خلاص فقدت الأمل وإن اللي بفكر فيه مش هيحصل. وزي ناس كتير برضو بعد ما بتقع في مشكلة وربنا بيحلها لها أو بيحصل عكس اللي بتتمناه، في ناس بقى بتقول خلاص وتبطل تصلي وتدعي ربنا. لكن المرة دي حسيت سبحان الله إن أنا مش عاوزة أبطل صلاة، وعايزة أفضل مع ربنا، وكأن حاجة مثبتاني مش عاوزة تقطع الصلة اللي ما بيني وما بين ربنا. واللي شجعني أكتر الحمد لله إن أمي ربنا يبارك في عمرها كانت بتحفظ القرآن الكريم، وقالت لي في مرة تعالي معايا احضري درس القرآن. وفعلا رحت معاها. المعلمة بتاعتها ربنا يبارك فيها كانت جميلة جدا وأسلوبها طيب، قعدت تتكلم معايا شوية وتهزر معايا شوية وتشجعني إن أنا أجي وأحفظ القرآن. وفعلا حسيت إن أنا عاوزة أجي تاني، ومن هنا بدأت رحلة التغيير في حياتي للأفضل.
الحمد لله فعلا بدأت ان انا اروح حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وسبحان الله كل مرة برجع كنت بحس ان انا افضل بكتير من الاول. عارفين انا كنت الاول بروح بلبس صعب جدا، لدرجة ان في واحدة قالت لي ما ينفعش ان انت تلبسي لبس زي ده وانت جاية حلقة القرآن. واللي عرفته بعدين ان المعلمة ربنا يبارك فيها قالت محدش يكلمها على اللبس، سيبوها القرآن هو اللي هيغيرها. وفعلا محدش كلمني تاني على اللبس. لكن مع الوقت انا من جوايا حسيت ان انا عاوزة اكون افضل. والله يا انا ما كانش عندي غير لبس واحد بس هو اللي واسع، الباقي كان ضيق. ولقيت نفسي سبحان الله استمريت على اللبس ده حوالي شهر او اقل من شهر، ما بلبس غيره لحد ما اقبض واقدر اشتري لبس فضفاض. والحمد لله كان اول لبس اقدر البسه كان دريس وكانت طرحة طويلة. كنت حاسة ان اول مرة البس لبس يرضي الله. المهم الحمد لله مع استمرار الحفظ القرآن بدأت كمان يكون عندي صحبة صالحة تفتح لي ابواب ترضي الله، ونروح مع بعض مجالس علم اتعلم اكتر عن الدين واتعلم اكتر عن العلوم الشرعية. وحبيت الخمار وعرفت ان هو ده اللي ربنا امر بيه. بعدها لقيت نفسي سبت الطرحة ولبست الخمار. شوية بشوية حبيت النقاب، والحمد لله انا دلوقتي لابساه، ربنا يثبتني. بقالي دلوقتي اكتر من 10 سنين الحمد لله لابساه. كمان يا نسيت اقولك ان انا الحمد لله متزوجة من راجل احسبه على خير، واهله ناس جميلة جدا وطيبة، اللي معلم قرآن واللي بيخرج في سبيل الله. حياتهم الحمد لله فيها حاجات حلوة كتير قوي ترضي الله. على قد ما كنت زعلانة على فسخ الخطوبة، لكن بعدين فهمت حكمة ربنا. فهمت ان هو مجرد وسيلة ربنا دخلها في حياتي عشان يغيرها للأحسن. ولو كانت الخطوبة استمرت كنت هفضل في نفس المكان بعيدة عن ربنا، متخبطة تايهة. ومن وقتها الآية دي بحاول أحطها دايما قدامي في كل أموري. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي، اللهم بارك ما شاء الله. الله يهنيكي ويسعدك ويثبتك ويثبت بنات المسلمين وشباب المسلمين جميعا. عاوزة اقول لكم جبر ربنا دايما بيكون حاجة كده عظيمة. لازم نفهم ان ربنا لما بيبعد عننا حاجة مش دايما بيكون عقاب، اوقات بيكون حماية او تجهيز لحاجة احسن بكتير. ربنا بيقول ان مع العسر يسرا، كل وجع كل خسارة وراها خير حتى لو مش شايفينها دلوقتي. اوقات كتير بنفضل حاجة وبيبقى نفسنا فيها قوي وبنتمناها وبنتعلق بيها جدا، ولما تروح مننا بنحس ان الدنيا خلاص كده انتهت. بس بعد فترة بنكتشف ان ربنا كان بيبعد عننا حاجة مش لينا وبيجهز لنا حاجة افضل واجمل بكتير. مريم النهاردة مش حزينة، بالعكس فرحانة وبتحمد ربنا 1000 مرة على تدبيره لأمرها حتى لو اتوجعت قوي، لانها فهمت ان كل حاجة حصلت كانت سبب في الخير اللي هي فيه دلوقتي. وانت كمان ايا كان اللي راح منك ما تقلقيش، ربنا دايما بيعوض بالأحسن منه. بس استني الجبر اللي جاي، لأن بإذن الله هيكون أعظم مما تتخيلي. وافتكري دايما إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. وكده يا حلوين خلص فيديو النهاردة. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ودخل على قلوبكم بالأمل والطمأنينة. أقابلكم إن شاء الله في حكاية جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير في الخير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات أول بأول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.